أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، الأبطال الأقوياء لكل أب وأم تعبوا مع أولادهم أيام كتير وشهور كتير وفلوس كتير. أنا حاسة بيكوا قوي. الفيديو ده مهم جدا لكل الطلبة والطالبات. يوم الامتحان الصبح قبل ما تروح لجنة الامتحان إن شاء الله، أول ما تصحى إيه اللي هتعمله بالظبط؟ هتعمل الحاجات اللي في الفيديو ده بالظبط. اسمعوني كويس. يوم الامتحان الصبح ووقت الامتحان نفسه مش وقت توتر خالص، ومش وقت ان احنا نجرب اي حاجه جديده، مش وقت ان احنا نعمل اي حاجه جديده خالص. ده وقت ان انت تهدي جسمك وتهدي مخك علشان يشتغل صح، علشان يعرف يجيب ويسترجع كل المعلومات اللي انت ذاكرتها ويسترجعها في الوقت المناسب. علشان كده لازم تكون ان انت مشغل دماغك كل يوم الصبح الساعة 9 الصبح، تبقى قاعد بتحل امتحان في البيت من الايام اللي فاتت. فان شاء الله باذن الله المعلومات هتعرف ان انت تسترجعها الساعة 9 الصبح في وقت الامتحان باذن الله. اول حاجة، اول لما نصحى الصبح مش هنقوم من السرير على طول، هنقعد 3 دقايق في السرير نقرا ادعيه دينيه، نبقى مستهديين خالص ونقول لنفسنا احنا عملنا اللي علينا. وبعد كده ما نشربش في الوقت بتاع الصبح ده خالص، ولا ميه ساقعه ولا عصير ساقع، علشان انا عارفه ان الناس بتتجه للحاجات دي، خصوصا ان احنا في وقت الحر دلوقتي، في عز شهر 6 اهو، في عز الحر. بنشرب مثلجات كتير، لكن لا، لو سمحت الحاجات الساقعه دي بتقلل المناعه، واحنا سلاحنا الاول دلوقتي معانا هو المناعه. ممكن نشرب ميه فتره عاديه من الحنفيه، ممكن معاها نقطه عسل او ممكن نقطه ليمون صغيره تفتح كده وتنشط المخ. ومهم جدا 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 ان احنا نفطر يوم الامتحان الصبح، ما ينفعش ان احنا نروح كده من غير اي فطار خالص. طيب ايه اللي ممكن الحاجات اللي احنا نفطرها وتكون خفيفه؟ ربع رغيف بلدي، معاه بيضه مسلوقه او قطعه جبنه صغيره، معاه خياره صغيره جدا او شريحتين ولا حاجه، ممكن ناخد معاهم موزه او 3 تمرات. الفطار ده مش بس بيقويك، لا ده بيساعد المخ كويس جدا ان هو يسترجع كل المعلومات اللي هو عنده اللي انت مذاكرها، علشان تعرف تسترجعها في الوقت المناسب. وقبل ما تنزلي من البيت اقعدي لحظه كده مع نفسك وقولي يا رب سهلها، انا عملت اللي عليا والباقي عليك. ما تخافوش خالص من اللجنه، اللجنه مش ساحه حرب، مش مكان انت تخافي منه. اللجنه دي مكان ان انت هتروحي تجني ثمار الشهور والليالي الطويله والتعب اللي انت تعبتيهم كله. لو استفدتي من الفيديو دوت، والكل اب وام يكونوا استفادوا من الفيديو دوت، لو سمحت شيروه لحد عنده طلبه في الثانويه العامه، لكل اب وام عندهم طلبه في الثانويه العامه، علشان اهميه الفطار. ولو حد تعرفوا ان هو ما بيفطرش الصبح قبل الامتحان، شيروه له عشان نعرف اهميه الفطار قبل الامتحان. وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله لكل الطلبه يا رب، ويفرح كل الاباء والامهات يا رب باذن الله.